أنا راجل متجوز بقالي 14 سنة، ومحدش في الدنيا يعرف إن المشكلة عندي أنا مش عند مراتي، وكل ده عشان أحافظ عليها. وفي الآخر أنا اللي اتحصرت بين المجتمع وبين قلبي. أنا محمد متجوز بقالي أكتر من 14 سنة، وربنا مرزقناش بأطفال. من أول يوم وأنا عارف إن المشكلة عندي أنا مش عند مراتي، بس اتفقنا ساعتها إننا منقولش لحد عشان أهلها ما يضغطوش عليها تسيبني، وعشان أنا كمان كبير عيلتي ومكانتي وسطهم كبيرة. مراتي ست أصيلة واقفة جنبي، بتحبني بجد، ورضيت تعيش معايا من غير أولاد، وفضلنا بالشكل ده سنين. اللي وجع قلبي بقى إن المجتمع بدل ما يشكرها على وفائها بدأ يضغط عليا أنا: اتجوز، لازم نشوف لك عيل، لازم يبقى لك نسل. كتر الضغط وكتر الكلام وكلها نظرات كسرتني. وفي الآخر اتجوزت من غير ما أقول لمراتي، بس هي عرفت، ومن يومها وهي عايزة تنفصل. مش عشان مش بتحبني، لأ، لأنها حاسة إنها اتظلمت. والمصيبة إن لو سابتني واتجوزت وخلفت ساعتها حقيقتي هتتكشف قدام الكل. أنا مش خايف من كلام الناس قد ما أنا خايف أخسرها هي، الست الوحيدة اللي حبتني بجد ووقفت في ظهري. بس هل من حقي أطلب منها تفضل في حياة محكومة عليها فيها بالحرمان، ولا أسيبها تعيش حياتها حتى لو ده هيكسرني ويكشفني؟ قولولي، أنا ظالمها ولا أنا كمان مظلوم؟ اكتبولي رأيكم في الكومنتات.